لو كان مسموح انك انت تاخد جنسيه دوله عربيه مع جنسيه بلدك، يعني انت لبناني وهتاخد جنسيه دوله عربيه كمان، ايه الدوله اللي تختارها؟ دولة عربية؟ اه بختار السعودية. انت لسه جاي امبارح. ما هو لأنه جاي امبارح، بس أنا صار لي يعني سنة بس رحت إجازة ورجعت فبحب السعودية. يعني انت عشت في السعوديه سنه؟ عشت في السعودية سنة، أيوة. طب ليه بتحب السعوديه؟ حبيتها يعني، وشعب محترم فيها كويس، كل شيء تمام. حبيت البلد يعني، لو ما حبيتها ما برجع. صح، لو ما حبيتها ما رجعت. 100%. زي ما شربتش من نيلها أيوة، يبقى لازم ترجع لها تاني يا حبيبي. حضرتك منين؟ من فلسطين. حياك الله. الله يحييك. والنعم النعم. ونعم فيك. لو كان مسموح انك انت تاخد جنسيه مع جنسيه بلدك، يعني انت معاك جنسيه فلسطينيه وتاخد جنسيه دوله عربيه تانية، ايه جنسيه الدوله اللي تختارها؟ السعودية. ليه؟ عشانها بلد جميلة وحلوة، وفيها رفاهية وفيها أشياء تطورات جديدة وما شاء الله. انت بتقول كده عشان قاعد في السعوديه؟ أنا مواليد السعودية والوالدة سعودية. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك. الله يبارك. لا احنا كده ما نقدرش نتكلم. حبيبي ربنا يسعدك يا حبيبي، ربنا الله يسعدك. يبارك. لو طلع قرار جديد ان ممكن انت يكون معاك جنسيتين عربيتين، يعني تمام. الجنسيه المصريه بتاعتك وجنسيه كمان، ايه الدوله اللي تحب تكون معاك جنسيتك؟ اكيد السعوديه. اشمعنى؟ عشت فيها اكتر ايام حياتي. شخصيات محترمه. انا مش عايزك تقول كلام عشان انت هنا وخلاص. لا مش عشان انا هنا والله، بس الناس يعني هتقعد تقول الواحد لك بقى أنت الواحد بتقول. بيحب البلد دي، مش حاسس ان هو في غربه. اهله كلهم هنا، اصحابه كلهم هنا. يعني مصر والسعوديه تعتبر دوله واحده. مع ان انا شايف على الميديا كلهم بيتخانقوا مع بعض. والله أنا بقاليش أسبوع هنا وشايف فيه اللي بص. بيتخانقوا على الميديا دول اصلا لا عاشوا في السعوديه ولا يعرفهم الشعب السعودي كويس. لا احنا تعاملنا معاهم ودخلنا بيوتهم ودخلوا بيوتنا، وناس كلها محترمه، ناس كريمه. لا ما شفتش غير كل خير بصراحه هنا.